يا صباح الفل عليكم من أم الدنيا، صباح الفل عليكم من الطبيعة، من الجمال، من الأرض الطيبة، مصر الصغرى الفيوم. أنا موجودة النهاردة في محافظة من أجمل محافظات مصر، سموها ناس كتير وكتاب كتير باسم مصر الصغرى، وبيئات كتير مختلفة موجودة داخل الفيوم، سياحة كتير مختلفة من أثرية لدينية لساحلية ريفية بيئية. كل أنواع السياحة موجودة هنا في محافظة الفيوم. ساعة ونص بس من القاهرة وتبقى في الجمال ده، في الطبيعة دي. تعالوا مع بعض نبتدي أولى فيديوهاتنا وأفرجكم على الفيوم جزء جزء. أول حاجة خلينا نبتدي كده نعرف يعني إيه الفيوم أو ليه الفيوم اتسمت كده. عايزة أقول لكم إن في عصر القدماء المصريين كان اسمها بايام. بايام يعني البحيرة. طبعا الفيوم دي كلها كانت عبارة عن بحيرة وبحر ونهر ومتصلة بنهر النيل وحاجات كتير، بيئة مختلفة تماما. عايزة أقول لكم إن الفيوم دي كمان عمرها أكتر من 44 مليون سنة. اتحرف اسمها في العصر اليوناني الروماني لبايوم، وبعد كده مع دخول القبطية مصر اتحرف اسمها من بايوم لفيوم، لأن كانت الب بتتنطق ف. وبعد دخول العرب مصر حرفوها أكتر وحطوا الألف واللام وبقت الفيوم. النهاردة هاخدكم جولة سياحية لأماكن كتير جدا في الفيوم، منها محمية وادي الريان، هنشوف الشلالات، هنتفرج ونعرف معلومات جديدة عن قصر قارون وبحيرة قارون، وهنشوف في بقية الفيديوهات اللي جاية أماكن أثرية وأماكن سياحية من الدرجة الأولى. نزلت بس صورتين من كام يوم على الفيسبوك، الناس كلها بقت تقولي دي أسوان، دي الأقصر، دي سيوة، لكن دي الفيوم وجمالها. يلا بينا نبتدي الفيديو ونروح على محمية وادي الريان. أنا موجودة دلوقتي في محمية وادي الريان، المحمية اللي أعلنت محمية طبيعية سنة 1989. المحمية هنا مساحتها 1759 كيلو متر مربع، موجود فيها مزارات كتير جدا، أهمهم طبعا الشلالات الطبيعية اللي موجودة هنا في المحمية، وكمان منطقة وادي الحيتان، جبل المدورة، والبحيرة المسحورة اللي أنا واقفة عندها دلوقتي. تعالوا مع بعض الأول نتفرج على الشلالات ونعرف قصتها ونرجع تاني نكمل الفيديو. اللي اسمها كده علشان بيتغير لونها مع انعكاس ضوء الشمس، كل ساعة لون مختلف، شوية تركواز، شوية لبني، شوية أزرق غامق، حسب ضوء الشمس بيتغير لونها. علشان كده أهل المدينة سموها البحيرة المسحورة. أكيد عملنا لكم فيديوهات تانية عن أهم المزارات الموجودة في محافظة الفيوم، تابعوا معايا أهم وأجمل المزارات السياحية جوه محافظة الفيوم. شكرا ليكم، أشوفكم في الفيديو الجاي للفيوم.